حنا في افريقيا نتكلم على الطموح، نتكلم على المستوى، لكن ما نتكلموش على شيء مهم اللي هو المنتخبات اللي عندها قيمه، والمنتخبات اللي من المفروض هي تكون في المونديال ما كانتش. لا لشيء، لانه كاين كولسه في افريقيا. يعني نقطه الى الصفر، باش ما نقولكش المنتخب المصري والمنتخب المهم المنتخب الجزائري، باش نولي لك اوروبا. كاين منتخبات لو نتكلموا على كولسه في اوروبا، لانه ما كاش فيها كولسه. كاين كولسه، ايطاليا تمشي في اصطادها، تركيا تمشي في اصطادها، رومانيا تمشي، الشيلي يمشي. يعني كل هذه الاشياء اللي تخليك انه افريقيا دائما تبقى الكولسه، ونقعدوا هكذا حتى نهايه العام. لانه اليوم تكلم لي على المستوى، تكلم لي على المنتخبات اللي تمشي بعيد في المنافسات، تكلم لي افريقيا والسنغال ونيجيريا. نيجيريا ما عندهاش الحق تكون، نيجيريا منتخب محترم وكان قادر يكون، لكن مشات المنتخبات بالكوطه. انا اقول بالكوطه في قاره افريقيا. يروحوا المنتخبات، هاي المنتخبات اللي لازم تروح اصحاب اللون الاسمر، والمنتخبات اللي تاع شمال افريقيا، هاي المنتخبات اللي تروح. يعني داروا الكوطه وقسموها كما يحبوا. انا لا اقول باش ما نعودش للمباراه تاع الجزائر، ما ترجعونيش للمباراه تاع الجزائر، لكن اقول لك لا، انا نقول لك من دوك ما ترجعنيش للمباراه تاع الجزائر بتقول لي هذه وهذه. بصح انا نقول لك مصر كانت قادره تروح، ومن حقها تروح، وكانت قادره تروح لو ما سقطوهاش مع السنغال. نيجيريا كانت قادره تروح، ماشي في افريقيا ماشي الاحسن اللي يروح كاس العالم.